النهارده انا في فيستيتي فرع 6 اكتوبر. يلا نعمل جوله جامده جدا في الستور. هم اصلا عاملين خصومات حلوه قوي، كمان هسيب لك كود خصم هيديك خصم 30% في الوصف. اول حاجه مبدئيا الستور زي ما انتم شايفين واسع ومريح جدا للعين، متنسق بطريقه جامده جدا، مستغلين المساحات كويس قوي، عارضين اللبس بطريقه شيك جدا يا جماعه. زي ما انتم شايفين في تشكيله حلوه قوي، سواء من الهوديز او من الجاكيتس او من الشوز. في اغلب البراندات المصريه في ناس بتستغل المساحة زي ما انتم شايفين اللي فوق دي في انها تعمل فيها استندات ترص عليها اللبس من فوق قطع زيادة، لكن هنا هم عاملين زي البراندات العالمية بالظبط، عارضين بس اللبس زي ما انت شايف كده بطريقة شيك جدا ومتنسقة، وكل الالوان اللي شبه بعضها مع بعضها او اللايقة على بعض، ودي حاجة بتسهل عليك انت كمان ان انت تعمل الاوتفيت بتاعك. وبصراحة براند فيستيتي من البراندات اللي فاجأتني لأنها مختلفة وشغالة بكونسبت مختلف خالص عن باقي البراندات المصرية التانية. أنا بصراحة اتفاجئت بيهم أول مرة رحت الستور زي ما قلت لكم مع واحد صاحبي من فترة كده. الشوز دي كمان من الحاجات اللي عجبتني قوي، واضح ان هم بيختاروا حاجات معينة فعلا يجيبوها، مش اي حاجة. الهوديز كمان عندهم لذيذة قوي وكواليتي جامد جدا، وتعتبر قيمة مقابل سعر حلو قوي، لان هم كمان اصلا عاملين ديسكاونت حلو جدا الفترة دي. بعض السنيكرز اللي انتم شايفينها دي حاجات كتير منها عجبتني. الجينز برضو عندهم حاجات لذيذة قوي، ولو ان المشكلة الوحيدة فعلا اللي عندهم حاليا اللي بيواجهوها هي ان كوليكشن البنطلونات مش كتير، يعني عندهم شورتج في بعض الحاجات زي الكارجو والسويت بانس، ولكن هم بيحاولوا يعالجوا ده بسبب مشاكل التصدير والتصنيع زي ما انتم عارفين. الشانكي بوتس كمان عندهم حاجات جميلة قوي. الديزرت بوت دي من الحاجات اللي عجبتني جدا، انا بحب الستايل ده قوي يا جماعة في البوت. لا عندهم شوية تشكيلة لذيذة برضو في موضوع الأحذية، يعني بعض الموديلات هتلاقي حاجات جميلة قوي. كمان البلوفر ده من الحاجات اللي عجبتني قوي وانا اشتريته المرة اللي فاتت. الاوفر شيرتس برضو عندهم فيها حاجات حلوة قوي زي ما انتم شايفين. الاوفر شيرت ده برضو جامد جدا في الشياكة. نطلع بقى على الدور اللي فوق، برضو نفس القصة، متنسق حلو قوي. وايت سنيكرز اهي، الناس اللي بتحب الوايت سنيكرز يا جماعة، والبيسبول جاكيت ديزاينز حلوة قوي قوي. اوفر شيرتس تانية اهي برضو، الفلانل شيرتس الكاروهات دي. اما بقى بالنسبه للفيتنج روم فهي معموله بمساحه حلوه قوي، كمان عاملين لك فيها قاعده حلوه جدا كده، زي لاونج كده تقعد فيها تاخد قهوتك وتستريح وتفكر بقى وتاخد قرار كويس جدا، تشوف انت هتشتري ايه. ما تستعجلش في قرارك، تريح شويه ممكن تعمل شويه تليفونات، تعمل شغل وتفكر. الموضوع ده بيفرق جدا، والقصه دي في علم التسويق معروفه قوي يا جماعه، ان انت لازم راحتك في الستور دي مهمه جدا. الموضوع ده بالذات انا ما شفتوش غير في براندات عالميه، ولو براندات مصريه بتبقى حاجه عاليه قوي. كمل راوند في نفس الدور حلوه قوي برضو. البلوفرز دي يا جماعه الهاي نيك دي جامده قوي، ولو ان دي لاست بيسز عندهم، يعني انا عرفت ان ما عندهمش منها كميات كبيره. الجاكيت ده من الحاجات الحلوه قوي برضو. بصوا الالوان جامده جدا يا جماعه، والتنسيق جامد حكايه. الجريهات بصوا مع الجريهات، بصوا الحاجات الشيرلينج برضو جامده قوي. الشيرلينج عندهم مميز جدا، عندهم تشكيله جميله. وفعلا من الحاجات اللي كانت جامده عندهم قوي هي الهوديز، تحفه. اللون الاورنج ده تريني جدا، والجراي، هم مهتمين بكل الالوان الجامده. البيسبول جاكيت ده برضو من الحاجات الحلوه قوي، ولونه كمان مختلف. القمصان الكارو برضو عندهم حلو قوي، الابيض في اسود ده شياكه. كمان البني ده بقى قصه يا جماعه، عجبني قوي. ندخل نقيس يا معلم ونجرب كده نشوفه عامل ايه في اللبس. بصوا على الهودي اللي انا لابسه اصلا، لا شياكه، الوانه حلوه قوي. كمان من غير الهودي برضو شيك جدا جدا كمان في الروقان.